التكرار اكبر مشكله بتقابل الفنانين، خاصه اللي بيشتغلوا الريزن، لان القوالب موجوده في كل مكان وكله بيعمل شبه بعض وكله بيتفرج على نفس الفيديوز عشان في الاخر كله بيطلع حاجات شبه بعضها. ايه الحل؟ اطلع بره الصندوق. تعرف ان انت لما تطلع بره الصندوق هتوفر فلوس وهتطلع حاجات شكلها حلو جدا وهتقدر تبيعها اغلى من الحاجات المكلفه، زي قطع زي كده مثلا مصبوبه ريزن كميه كبيره جدا جدا. تعرف ان احنا بنص كميه الريزن ديت نقدر نبيع الازازه دي باغلى من القطعه دي. عارف ليه؟ لان انا لو صبيت هنا ريزن وحطيت عليها شويه الوان خفاف جدا وبعد كده حطيت رساله صغيره قوي وربطتها من هنا بخيش، دي هتتباع كانتيكه وهتتباع، او اصلا انت تقدر تستخدمها كحاجه مميزه جدا جدا وحاجه شكلها ظريف. في الاخر انت مستخدم كميه ريزن قليله قوي. وتعرف ان دي نقدر نطلع منها افكار ملهاش حصر. الفكره كلها ان انت تطلع بره الصندوق، ما تكررش. الريزن حاجه مش منتهيه، حاجه ملهاش اخر، لان انت تقدر تصبها على اي حاجه وتقدر تعمل منها اي حاجه وتقدر تقدمها، تقدر تبيعها، تقدر تستفيد منها بمبالغ ضعيفه جدا جدا مقارنه باللي حاصل.